مكرونتي بجد لا يُعلى عليها، عمري ما أغيّر الوصفة، ولو جرّبتيها بوصفتي النهارده وبطريقتي النهارده برضه مش هتغيّري الطريقة. تعالي بقى قبل ما نبتدي نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك. حلة على النار فيها مَيّة بتغلي، وانزل بقى بشوية من الملح حوالي معلقتين كبار، وشوية من الزيت وأقلّبهم، وانزل بكيلو من المكرونة تمام، أو نُص كيلو الكمية اللي أنتِ حابة تعمليها. مكرونة أي نوع أنتِ حابة تعمليه أو أي نوع متوفّر عندِك. باسلُق المكرونة بتاعتي يعني حوالي 3/4 سِوَى أو زيادة عن ال3/4 سِوَى شوية، بحيث ما تبقاش مهرية تمام. نفس الحلة اللي عملت فيها المكرونة بعد ما صفّيت المكرونة، هاجي بقى أحُط فيها شوية من الزيت مش السمنة، هاقول لِك وأنا شغّالة لو عايزة تعمليها بالسمنة البلدي هتحُطّي عليها إيه. نزلت عليها بكوباية ونُص من الصلصة اللي إحنا عاملينها، اللي هو بما يعادل كيس ونُص، الكوباية اللي هي 250. هانزل التوابل بتاعتي إيه، معلقة صغيرة ممسوحة بالملح، والملح حسب الرغبة، نُص معلقة صغيرة من البصل البودر، نُص معلقة صغيرة من التوم البودر، نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة مليانة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الشطة، ومكعبين من مرقة الدجاج، وقلّبي كل الكلام ده كويس. المقطع ده ما كانش اتصور وما خدتش بالي إن هو منه. شايفة المكرونة بقى بعد ما خلاص الصلصة بتاعتي اتسبكت، أروح أحط المكرونة وأقلّبها. شايفة بقى باقول لِك ليه ما تسويهاش على طول، علشان ما تتهريش منِّك كده. طيب لو عايزة أعملها بالسمنة البلدي يا شيماء، أحط عليها إيه، ملح وفلفل أسود فقط لا غير، ما تحطيش حاجة تانية. زينيها كده بشوية قرن فلفل بقى شطة، وخدي بقى شوية مكرونة تتهني بيهم. ألف هنا وشفا مقدما. أتمنى الفيديو عجبكم، لايك وشير، واسيبكم في رعاية الله، وأقول لكم سلام.